بصوا يا بيعتمد جماعه. على طبيعه المشروع، بيعتمد على طبيعه الكلاينت، طبيعه صح. الشركه نفسها. بصوا يا جماعه، بعد اذنكم، وات ايفر انت شغال فين او هتشتغل فين، لازم حضرتك تهتم قوي اما تيجي تستلم مشروع. لازم تستلم مشروع كامل، لازم تستلم ملف مشروع كامل من الراجل اللي دارس المشروع، من الراجل اللي باع المشروع للعميل. بعد اذنكم اهتموا قوي بالموضوع دوت. حتى لو انت ممثل استشاري، تمام، والاستشاري عينك، بعد اذنك الاستشاري دوت في ناس قبلك اشتغلوا شغل كتير قوي. انت كمدير مشروع، لو انت مدير مشروع من جهه الاستشاري، من جهه المالك، من جهه الاي بي سي كونتراكتور، من جهه السب كونتراكتور، لازم حضرتك تبدا الانطلاقه بتاعتك في معلومات لازم تجي لك. اوعى حضرتك تبدا وفي مديرك يضغطك يلا ابدا واجري واعمل. اعمل وقفه وقول لهم يا جماعه في ملف، في ملف كده، في معلومات انا لازم اعرفها. لازم حضراتكم تدوني المعلومات دي علشان اعرف المشروع ده فيه ايه. البروجكت فايل ده بيبقى فيه البروجكت اوفر فيو زي ما انا كاتب كده، بيبقى فيه ديسكريبشن للمشروع. ديسكريبشن دوت ممكن يكون مكتوب فين؟ ممكن يكون في مثلا بروبوزل معمول، ده اللي اتباع عليه المشروع. ممكن تلاقي فيه الديسكريبشن بتاع المشروع، السكوب اللي انت بايعه للعميل لازم يكون مكتوب. لو مش مكتوب هيبقى عندك مشكله. اوعى تفترض افتراضات في حاجات اساسيه. انت ممكن تفترض افتراضات في حاجات هامشيه، انما البروجكت سكوب دوت اللي انت بايعه لازم تبقى فاهمه. لازم تبقى عارف ان انت بايع مشروع، وبايع مع المشروع قطع غيار، وبايع مع المشروع سنه مثلا ضمان، او مثلا سنتين تشغيل وصيانه. كل ده من السكوب اللي انت لازم حضرتك تبقى فاهمه. تمام. لو الكلام ده مش مكتوب مظبوط ولقيته متسجل مظبوط في مكان ما، ارفع العلامه وقول لهم يا جماعه خلي بالكم انا عايز معلومات كامله. من ضمن الحاجات المايلستون بتاعت المشروع ممكن يقول لك خلي بالك المشروع دوت علشان يتسلم لازم في فيس كده. واحنا بنبيع، الراجل بتاع البروبوزال او الراجل بتاع السيلز وهو بيبيع للعميل اتفق معاه ان وانس العقد اتمضى بعد شهر لازم مثلا يكون في باكج بتاعت الديزاين خلصانه. فدي بروجكت، دي تعتبر مايلستون. يعني ايه مايلستون؟ يعني انشطه اساسيه للمشروع. البروجكت مايلستون ان انت في بدايه المشروع لازم تصدر خطاب ضمان، ده بروجكت مايلستون. تمام. مش هتقدر تكمل، لازم تصدر خطاب طبعا وتديه للعميل. البروجكت مايلستون زي مثلا ان انت لازم تاخد من العميل دفعه مقدمه يوم مثلا بعد ما العقد يتمضي باسبوعين. دي كلها بروجكت مايلستون. تمام. لازم انت حضرتك كمدير مشروع تبقى فاهم كل الحاجات دي. اي معلومه ناقصه عندك هتبقى عندك فيها مشكله. تمام. باشمهندس، حتى لو اتفضل. تسمح لي، اتفضل. برضو أحيانا بيكون في مراسلات عن طريق الإيميلات. في البداية لازم يحصل عليها مدير المشروع. انا جاي لك في الحته دي، انا كاتبها. تمام. تمام. مش كل المراسلات هتوصل لك. هيوصل لك المراسلات المهمه. لان انت خلي بالك، الراجل دوت بتاع البروبوزال او بتاع التندر او بتاع السيلز ممكن يكون شغال مع العميل لمده سنتين، بينهم آلاف الإيميلات والخطابات والجوابات. هل أنت متخيل إن هو هيديك كل حاجة؟ لا، أنت هتقول له اديني الحاجات الأساسية، الاتفاقات النهائية الأساسية، إنما مش هينفع يديك كل حاجة. بس أنت صح، عندك حق، في كوميونيكيشن مهمة لازم تجي لك. من ضمن الأساسيات في البروجكت فايل البروجكت انفورميشن. الكلاينت ده مين؟ المتطلبات العميل. الحاجات دي يا جماعة ممكن تكون مكتوبة في عقد. الكلام دوت الانفورميشن دي مكتوب في عقد، في بروبوزال، في اي حاجه، في ايميل، بس المهم لازم تكون موجوده. لازم الكونتراكشوال دوكيومنتس تكون كامله عندك. عندك عقد، حضرتك بتفتح العقد بيبقى فيه مستندات للعقد، بيبقى فيه مثلا رسومات تصميميه. لازم الكونتراكشوال دوكيومنتس تكون عندك كامله. مواصفات المشروع، السبيكس الستاندرد اللي هو العميل طالبها منك، كل دي مستندات لازم تكون عندك في الملف بتاع المشروع. الفاينانشال انفورميشن، الناس اللي اشتغلت ودرست المشروع لازم تعرف حضرتك هم درسوه ازاي وعلى اي اساس وعلى اي بيز. تمام. احنا هنتكلم شويه ان شاء الله هنتكلم في الحته بتاعت البادجت، وانا هوريكم ازاي الناس بتدرس المشاريع. في بعض الناس بتفترض افتراضات، بيجي يكتب لك في الاكسل شيت بتاعت البادجت ان انا افترضت سعر حاجه. خلي بالك ان جماعه بتوع البروبوزال، ان جماعه بتوع التندر لما بييجوا يدرسوا مشاريع ما بيبقاش عنده الوقت ان هو
يجيب سعر محدث لكل حاجه. ساعات بيفترض افتراضات، بيبقى عنده مثلا داتا بيز للشركه في مشاريع مماثله، فبيبتدي ياخد بعض الارقام. دي معده كنا شاريينها من سنه، فانا مفترض ان السعر بتاعها ما اتغيرش، فيكتب لك كده ان انا اعتمدت على الداتا بيز اللي في الشركه ان انا اعرف الاسعار. لازم تعرف الحاجات ديت. اوكي يا جماعه؟ فالبروجكت بادجت، الاستيميشن اتعمل ازاي، البرايسنج اتعمل ازاي، البيمنت تيرمز العميل هيدفع لي ازاي، دي من ضمن الحاجات. البيمنت تيرمز دي هتلاقيها في العقد، في شروط العقد. تمام. الديزاين والانجينيرنج دوكيومنتس، في بعض الحاجات في اثناء التندر واثناء البروبوزال، في بعض التصميمات اتعملت، في لاي اوت اتعمل، فرشه الموقع العام اتعملت، البروسيس اتعملت. كل الحاجات النهائيه ديت لازم حضرتك تتحصل عليها. اوكي. طبعا السكيدول والتايم لاين دي بتبقى من ضمن الحاجات اللي مكتوبه في المستندات العقد. كده ملف المشروع. في اي حد عنده اي كومنت على ملف المشروع؟ ملف المشروع ده يا جماعه لان انا اتقرصت منه، فعشان كده انا مركز عليه. تمام. انا في بعض المشاريع اخدت معلومات ناقصه، وعشان انا ما اخدتش بالي، خبرتي كانت قليله في معلومات ناقصه، فانا بعد المشروع ما مشي شويه اكتشفت ان انا في ناقصني معلومات. بس خلاص، يعني زي ما بيقولوا المثل، الفاس وقع في الراس، بقيت انا المسؤول. فيا جماعه اهتموا جدا بالبدايات ان انت مستلم مشروع مظبوط. اوكي. في اي حد عنده استفسار على ملف المشروع؟